السلام عليكم، اهلا حبايبي. النهارده هنعمل معاكم كيك بالبسكوت والشوكولاته او ليزي كيك بدون فرن وبدون بيض، وحاجه في منتهى الروعه. وقبل ما نبدا متنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا نشوف الطريقه. اول مكون معانا بسكوت ساده يكونوا 500 جرام. ممكن اي نوع بسكوت، مش شرط نوع معين. وهنكسره ما يكونش صغير قوي بالشكل ده. وهنكمل بقية الكمية بتاعتنا وهنرجع لكم تاني. وبكده نكون كسرنا البسكوت بتاعنا. هنحط عليه نص كوباية من الفول المحمص. ممكن تحط اي نوع مكسرات. انا اخترت الفول علشان متوفر ويدي طعم حلو في الوصفة بتاعتنا. وهنوزع الفول بتاعنا على البسكوت ونقلبه عشان يختلطوا مع بعض. وهنروح نعمل صوص الشوكولاتة. مكونات صوص الشوكولاتة: كوباية سكر، نص كوباية كاكاو. وهنقلبهم كويس مع بعض عشان يختلطوا مع بعض بالشكل ده. ومعانا كوباية مية، هنحط شوية بشوية ونقلب عشان ما يكونش فيه اي تكتلات من الكاكاو. ونفضل نقلب باستمرار عشان السكر يدوب بالشكل ده. وحطيت بقية كوباية المية وهنحط دلوقتي نص كوباية من السمنة. وهنقلبهم كويس مع الكاكاو بالطريقة دي. وهنرفعهم على النار متوسطة. وهنفضل نقلب فيها لغاية لما السمنة تدوب. أول لما يبدأ الكاكاو يغلي هنقلبه تقليبة وهنقوم مطفين عليه بالشكل ده. كده نكون خلصنا صوص الشوكولاتة بتاعنا. واول لما طفينا على صوص الشوكولاته هنحط عليه معلقه كبيره من الفانيليا وهنقلبه كويس مع بعض. ونسيبه يبرد عشان نحطه على البسكوت. هنحط دلوقتي صوص الشوكولاته على البسكوت بعد ما برد. هنحط شويه بشويه، ما نحطوش كل مره واحده عشان كل بسكوت بيفرق عن التاني. في بسكوت بيشرب السوائل اسرع وفي بسكوت لا. وهنبدأ نقلب بالشكل ده شوية بشوية ونقلب بالطريقة دي. اللي لسه محطش لايك ينزل يحط لايك. وهنفضل نقلب كده بالبسكوت ونحط شوية بشوية ونقلب لغاية لما البسكوت يتغطى خالص بصوص الشوكولاتة. وحطيت كل صوص الشوكولاتة اللي انا عاملاه لغاية لما وصل معانا بالشكل ده. هنجيب لحوقي وندهنه سمنة وهنحط فيه البسكوت بتاعنا كله بالشكل ده. واول لما نحط البسكوت بتاعنا في اللحوقي هنبدأ نفرده بشكل متساوي ما يكونش فيه اي تعرجات. وهنحطه في التلاجة لمدة 10 دقايق عشان البسكوت يتماسك مع بعض. ونعمل دلوقتي الجناش. معانا نص كوباية لبن، هنحط عليها 120 جرام من الشوكولاتة الخام. وهنحط الشوكولاتة في اللبن كل الكمية بتاعتنا وهنقلبها كويس. وهنحط عليها معلقة من السمنة وهنفضل نقلب فيها لغاية لما الشوكولاتة تدوب خالص. وهنحطها على البسكوت بعد ما طلعناه من التلاجة وهنوزعها بالشكل ده. وهنحطه في التلاجة لمدة ساعتين وهنرجع لكم تاني. وبعد ما طلعتها من التلاجة زينتها بجوز الهند. انت ممكن تزينها بأي نوع مكسرات تحبيه، دي حاجة اختيارية. وكده نكون خلصنا الوصفة بتاعتنا. اتمنى ان هي تعجبكم وقولوا رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وسلام.